إحنا عملنا الحلقة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات الكرواسون بالعجينة المورقة، وقسمتها جزء للكرواسون وجزء للدنش. دلوقتي أنا هقدم الدنش بنفس العجينة وبنفس التكنيك اللي أنا عملت بيه، وطريقة سهلة جدا على فكرة، ما فيهاش أي حاجة. العجينة هتطلعي منها كذا نوع اللي هو الدنش والكرواسون، ممكن تكون تعملي فطاير مورقة بنفس العجينة. هنبتدي بقى ونشوف هنعمل ايه. هنبتدي ونقول خطواتها من اول وجديد عشان اللي ما يشافش الفيديو المرة اللي فاتت يشوف تكنيك العجينة المورقة. هنا هنجيب ربع اللي هي الزبدة نيوزيلندي، انا عملتها بالزبدة النيوزيلندي. لو تابعوا وشوفوا الفيديو اللي فات بتاع كروسو، انا ما استعملتش العجينة بالزبدة اللي هي بتاعة التوريق لانها طبعا مش صحية اساسا، انما في الطعم والصحة طبعا النيوزيلندي مفيش احسن منها. هنا طبعا جبنا الزبدة في عرض الغرفة وحطيناها في كيس تلاجة وفردناها بالمنظر ده على شكل بلوك. ممكن تعمليها بين ورق زبدة، ورقة فوق ورقة تحت وتعمليها، وممكن تعمليها في كيس التلاجة بيبقى أسهل في التعامل معاه. كده خلاص احنا فردناها واتفردت جدا اهي بسمك متوسط، طبعا لا رفيع ولا تخين قوي. وهنحطها في التلاجة، دي أول حاجة عملناها، وهنحطها في التلاجة لحد ما تبرد معانا أو تتماسك وتجمد. هنيجي بقى نقول المقادير. المقادير سهلة جدا، ما فيهاش أي حاجة. مقادير العجينة عبارة عن نص كيلو دقيق، طبعا بتاع المخبوزات، نص كيلو دقيق بتاع المخبوزات، مش بتاع لا البسكوت ولا بتاع الكيك، تكون الدقيق ليه عرق. اوكي. كوباية لبن، كوباية مية باردة، 15 جرام لبن بودرة، 60 جرام سكر، 50 جرام زبدة، طبعا نص كيلو دقيق، و5 جرام ملح، و10 جرام خميرة فورية، وطبعا الفانيليا. اوكي. هنا المقادير ما فيهاش اي حاجة، سهلة جدا. هنحط المواد الجافة مع بعض، الدقيق مع مع اللبن البودرة، مع كل المكونات الجافة هنقلبها مع بعض مع السكر طبعا. هنقلب كله مع بعض كده، وهنبتدي، والملح طبعا هنحطه. كل المواد الجافة هنقلبها مع بعض. بعد كده بقى هنضيف البيض والمراحل الجاية، و50 جرام الزبدة، وهنحطه 10 جرام خميرة فورية، وحطينا الزبدة اهي. وهنبتدي نقلبهم كله مع بعض مع المية نعجنها لحد ما تكون عجينة متماسكة، لا طرية ولا ناشفة قوي، ومش بتلزق، تكون عجينة مش بتلزق. كده هنضربنا العجينة كلها بالطريقة دي لحد ما تتماسك وتبقى هتدينا السمك اللي احنا هنشوفه دلوقتي. بصوا ابتدت تلم الدنيا ازاي، ابتدت تلم خلاص العجينة في العجانة، وبقت بالمنظر ده. بصوا هوريها لكم. طبعا هنضيف الفانيليا طبعا عشان ما ننساهاش، ضفناها وابتدينا نعمل العجينة. نزلناها من الهلب بتاع العجان، لسه لقيتها شوية، وهبتدي اعجنها برضو لحد ما تلم نفسها وتبقى عجينة متماسكة. بص انا بنزلها اهي في ايدي، انا عايزاها بالطريقة دي. خلاص. طبعا انا ذكرت البيض في المقادير، وبيضة يعني انا حطيت بيضة كمان، معلش لو كانت نسيت اقولها، بس هي في بيضة في قلب العجين وانتوا شفتوها وانا بحطها. هنجيب بقى شوية دقيق، وهنبتدي نعجن بالطريقة دي، نلت العجينة لحد ما تبقى هوريها لكم. طبعا الفيديو هوريها لكم لحد ما اخد قطعة منها وهتشوفوها عاملة ازاي. نحط دقيق وندعك كده جامد، وانت بتعجني هتسمعي صوت فقاقيع. الفقاقيع دي بتاعت الخميرة لما تبتدي تشتغل. بصوا اهي. خلاص كده نفضل نعجن كده لحد ما اوريكم احنا هنعمل ايه. بصوا بنقطع قطعة تاني هوريها لكم، انا عايزاها بالمنظر ده، بس لسه هتكون لسه عايزة
بصوا اتقطعت مني ازاي. عايزه لما افردها العجينه كده تبقى شفافه في ايدك ما تتقطعش منك. بصوا لازم اضربها على الرخامه بالطريقه دي ضربتين 3 اديها علقه مبرحه. لازم تتاخد العلقه دي في العجينه. اوكي، هناخده بقى حته وهوريها لكم عامله ازاي. بصوا اهي، انا عايزاها كده. شايفين العجينه شفافه ازاي في ايدنا وما اتقطعتش ولا جرالها اي حاجه. يبقى كده العجينه خلصت ومش محتاجه عجن تاني. هنكورها كده لحد ما تنعم معانا، وندهن بوله فيها شويه زيت ونسيبها ترتاح ربع ساعه، يا دوبك ربع ساعه، ان انا مش عايزاها تخمر. اوكي، بصوا انا مكورها ازاي لحد ما تنعم في ايدي اهي. هنجيب بقى البولة وندهنها شوية زيت صغيرة ونحط فيها العجينة، وطبعا هندهن العجينة من فوق نقطة زيت برضو صغيرة مطرح ايدينا كده زي ما انتوا شايفين اهي. هنغطيها بقى لحد ما ترتاح ربع ساعة بالظبط. خلاص كده. هنا بقى بعد ما ارتاحت الربع ساعة هنبتدي هقول لكم نعمل ايه. هنفردها شوية كده زي ما انتوا شايفين. لازم الحركة دي تتعمل، تفرديها كده بسمك معين. طبعا ما نفردهاش قوي هنا، بس بحاول ابططها بالنشابة زي ما انتوا شايفين. وهبتدي اخدها احطها في صينية تحتها دقيق وفوقيها دقيق، وهنغطيها بالاسترتش جامد قوي عشان مش عايزة ولا شوية هواء يدخلوا لها. وهنبيتها في التلاجة اللي تاني يوم، يعني هنحطها ليلة بحالها. هنا بقى بصوا لازم اغرقها دقيق كده عشان ما تلزقش في الاسترتش. هنا بقى جبت الاسترتش هنحطها على في ورقة اللي هي كيس التلاجة الأول، وهنجيب الاسترتش وهنبتدي نلف كل العجينة بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه ده. أنا بحكمها عشان ما فيش هواء يدخل لها خالص، وهنسيبها في التلاجة زي ما قلت لكم لتاني يوم. هنا بقى بعد تاني يوم أنا عملتها بالليل، وقمت الصبح عملتها بالطريقة دي على طول. بصوا اهي نبتدي بقى نشتغل. هنجيب شوية دقيق، طبعا لازم أهم حاجة نحط دقيق وفير عشان العجينة ما الزبدة ما تسحش مننا وتلزق في الرخامة، لأن احنا بنشتغل بزبدة نيوزيلندي مش اللي هي زبدة التوريق. زبدة التوريق بتبقى متماسكة وناشفة، يعني مش هتلزق في العجينة ولا في الرخامة بسهولة، إنما اللي زبدة النيوزيلندي بتسيح على طول. فلازم تراعوا التكات ديت لو انتوا عايزين تاكلوا دنش او كرواسون بالزبده النيوزيلندي عشان تتمتعوا كده تستمتعوا بطعمها بالزبده النيوزيلندي. لازم تخلي بالكم من التركات اللي انا بعملها في الفيديو. هنا دلوقتي بصوا انا فردت العجينه اهي، وهجيب الزبده من التلاجة، بس ما تحطهاش طبعا اول ما تطلعيها من التلاجة. لازم يعني تخليها تستهدى شويه عشان تبتدي تطرى معاكي، عشان لو حطيتيها وهي ناشفه ايه اللي هتقطع العجينه. بصوا اهي ابتدت خلاص. انا سبتها في حرارة التلاجة، بس هقص الكيس من عليها وابتدي احطها، وهبتدي خطوات توريق العجينة. بص انا عملت ايه. حطيتها في النص وحطيت النص التاني عليها. انا هعمل 3 بنطات. انا بحب اعمل 3 بنطات، اولا بتبقى سهلة، ثانيا فعلا الطريقة دي بتورق العجينة جدا. انما الطرق المزدوجة اللي هي المزدوجة وطرقة تانية فردية، لا دي انا جربتها صراحة ما عجبتنيش، فانا اعتمدت الطريقة اللي هي ال3 بنطات زي ما انتم شايفين دلوقتي. ويكون التوريق او وانت بتفردي تكون على شكل كتاب انجليزي، يعني ما تخليش فتحة العجينة من على ايدك اليمين، لا خليها اكنك بتفتحي كتاب بالشمال كده بالانجليزي، لو كتاب الانجليزي يعني. هتشوفوا انا بعمل ايه دلوقتي. انا كده لازم بعد ما ابطنها او ابططها او اعمل لها البنطه الاولانيه لازم نشيل كميه الدقيق اللي احنا حطيناها، لان احنا لو حطينا الدقيق ده وسبناه اللي هيعمل عازل والعجينه مش هتورق خالص. واخدين بالكم؟ يعني نحط الدقيق واحنا بنفرد، ولازم نشيله واحنا بنبنطها. دي لازم نقطه مهمه تخلي بالكم منها جدا.
بُصّي أنا باعمل إيه، خلاص أنا طبّقت بقى كده تطبيقتين فوق بعض زي ما أنتم شايفين، ومشيت عليها بالنشابة، وهافضّي كل الدقيق اللي عليها طبعًا بالفرشة، وهاحطها في التلاجة ساعة، لازم ساعة. لو الزبدة التانية اللي بتاعة التوريق ما بتقعدش ربع ساعة، ممكن ما تحطهاش في التلاجة أصلًا، إنما الزبدة النيوزيلندي لازم في التلاجة صيف، شتا لازم تحطيها ساعة. لو الشتا أقول لِك ماشي ساعة إلا ربع، إنما في الصيف لازم ساعة. بُصّوا خلاص كده أنا حطيتها في الصينية، هاحطها في التلاجة ساعة وهابتدي أعمل البُنطة التانية، دي البُنطة الأولانية. هاغطيها كويس طبعًا عشان ما تنشفش، وهنحطها في التلاجة وهارجع لكم تاني بالبُنطة التانية، يعني دي خلّصنا أول بُنطة، دي خلاص بقى تاني بُنطة. هنيجي خلاص جبناها من التلاجة، هنبتدي هاوريها لكم بقى بُصّوا هاحطها إزاي، هارُش بس برضه شوية دقيق أهي، بُصّوا قلبتها إزاي على شكل كتاب إنجليزي، كده خلاص أكيد عرفنا. هنرُش شوية دقيق وهنبتدي بالراحة بالنشابة، ليه بالراحة بالنشابة؟ خلّيكِ سايسي العجينة، لإنِّك أنتِ لو ضغطتِ بالنشابة على العجينة الزبدة هتسيح وهتلزق في الرخامة، والعجينة هتبوظ خلاص، فلازم بالراحة كده نحط النشابة نشتغل من تحت، وبعدين نحط النشابة ونشتغل من فوق، نفرد من فوق، بس بالراحة زي ما أنتم شايفين. بُصّوا أنا باعمل إيه، باضغط بالنشابة وبعدين بامشّي النشابة بالراحة على العجينة. هنبتدي نفرد بقى بالراحة كده، كده خلّصنا أهي، وفردناها بالعرض شوية، وهنرجع تاني بالطول لحد ما تخلّيها سمك معقول، لا رفيّعة ولا تخينة. بُص باشيل بقى دقيق إزاي بعد ما خلّصنا، لازم نقطة مهمة، اوعوا تنسوا تشيلوا دقيق، العجينة هي ملساء ما فيهاش ولا هبوة دقيق خالص. خلاص كده، هابتدي بقى أطبّقها، كل تطبيقة أشيل الدقيق من عليها، برضه نفس الحركة، نجيب النُص الأولاني ونحط عليه النُص التاني من العجينة، ما فيش دقيق خالص أهي عليها. 3 بُنطات يا جماعة، ما تعملوش أكتر من كده، 3 بُنطات فقط لا غير. لو عملتوا بُنطة رابعة العجينة هتتحرق ومش هتورّق خالص، وبياخد وقت فعلًا وتكاته كتيرة، بس هتاكلي أحلى دَنَش من إيدِك. طبعًا الكرواسون لو عملتِ طبعًا العجينة قسّمتيها كرواسون ودَنَش، الصراحة أنا قسّمتها 2، عملت نُص كيلو طلعت لي كمية حلوة أوي من الدَنَش وكمية حلوة أوي برضه من الكرواسون. يعني نُص كيلو ما شاء الله هيغرّقِك وهيغرّق ولادِك وهينسفوه كده، إن شاء الله لمّا تعمليها بإيدِك الحلوة، وبالهنا والشفا عليهم مقدمًا. بُصّوا بقى أنا عملت إيه، خلاص كده عملت بقى التطبيقتين على بعض، وهاضغط عليها بالنشابة شوية، واحطها برضه في التلاجة ساعة، لازم كل بين بونطة وبونطة ساعة، نحطها ونغطيها، وهنيجي للبونطة التالتة وهنشوف هنعمل إيه، أهي هنا بقى البونطة التالتة، شوية دقيق، طبعًا أنا شِلت دقيق اللي على الرخامة وحطيت دقيق تاني يعني هي يعني زروطة من الدقيق، بس أهو المطبخ كلّه بيبقى دقيق، بس هتاكلي أحلى حاجة من إيدِك، تحسّي كده بتعبِك إنِّك أنتِ عملتِ حاجة حلوة. بُصّوا كده خلاص هنبتدي بقى بالراحة، بُصّوا باعمل إيه، هنجيب النشّابة وبالراحة كده، بنضغط عليها بالراحة وبعدين هنفرد العجينة بكل هدوء. يعني ما تتعافيش على العجينة، لإن العجينة دي حساسة جدًا، ولازم وأنتِ بتعملي لازم تشوفي في دقيق تحت والّا لأ، لو ما فيش دقيق تعرفي إن العجينة هتبوظ، لازم الدقيق يكون تحتها. شُفتوا أنا مغرقة الدنيا دقيق إزاي؟ عشان أنا مش عايزاها تبوظ مني. هابتدي بقى برضه تشوفي الدقيق وتحطي برضه لو ما فيش دقيق، وأنا قُلت لكم ليه، عشان الزبدة يعني نيوزيلندي اللي هي الزبدة طبيعية. إنما الزبدة بتاعة التوريق مش بتحتاج الدقيق ده كله. كده خلاص هنشيل بقى الدقيق كله من عليها،
وهنبتدي بقى نطبقها نفس التطبيقة وهنحطها في التلاجة يا دوبك ترتاح 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير. هنا برضو هطبقها بنفس التطبيقة وهشيل الدقيق زي المرتين الأولين كده، يبقى خلصنا التلات بنطات. على فكرة أنا مسرعة برضو الفيديو، مسرعاه جدا. الفيديو كان قاعد أكتر من ساعة، ساعة وشوية، فأنا قصيت منه ومسرعة فيه لأن العجينة دي بتاخد خطوات كتيرة، فعشان كده الفيديو بيطول شوية. يعني أنا الفيديوهات بتاعتي ما بتعديش ال10 دقايق، بس دوت قعد حوالي 29، والكرواسو برضو قعد حوالي 29 عشان الخطوات بتاعتهم كتيرة. عشان خطواته أنا بحاول إن أنا أعمل كل خطوة بخطوة قدامكم عشان ما يفوتش أي حاجة الطريقة تبقى ناقصة. أنا بعمل طرقي أو وصفاتي بكل دقة وبكل يعني بكل أسرارها، ما أنا ما بخبيش حاجة. هنا حطيت التلات البنطات، عملتها بسبعي 3 حاجات كده، 3 يعني غرزات كده عشان يبين إنها 3 بنطات عشان أنا منساش. أنا باعمل حاجات الحمد لله ربنا كرمني، وباعمل كل حاجة بوصفتها بدون يعني هاقول لكم إيه، يعني ما باخبيش حاجة والله. عشان كده أنتم بتدعوا لي والدعوة الحمد لله بتبقى حلوة وبتوصلني، أهم حاجة دعواتكم. أنا باعمل الفيديوهات دي عشان تدعوا لي. كده خلاص خلصناها، تبتدي بقى هنعملها ونشكل فيها. حطيناها في التلاجة وطلعناها بعد ربع ساعة كده، حطينا شوية دقيق وهبتدي أفردها وهنشوف هنعمل ايه. ظبطتها كده، هجيب بقى سكينة واقسمها 2، نص للكرواسون اللي انا عملته المرة اللي فاتت، والنص التاني اللي هو الدنش اهو. انا عدت الخطوات في الفيديو ده عشان اللي ما شافش الكرواسون يشوف العجينة تاني وهي بتتعمل في الدنش. خلاص كده رشيت دقيق وبحاول افردها عشان وهسوي الجناب بالسكينة، وبساوي الجناب بالسكينة ليه؟ عشان التوريق يبان، يعني تورق معانا. لازم الحركة دي مهمة، لازم تساووا وتشيلوا القطر في العجينة. بصوا العجينة طبعا اللي زيادة دي مش هرميها، انا برضو هعملها في وسط الحاجة، يعني في وسط الدنش، مفيش حاجة بتترمي. بصوا بقى هعمل ايه، قطعناها كده حوالي مربع، هقطعها مستطيلات، بحاول نظبطها طبعا وسمك معقول. طبعا ما تعمليش سمك رفيع لا في الدنش ولا في الكرواسون، لازم يكون سمك تخين شوية عشان يبان التوريق معاكي. والسكينة بص انا بعمل زي انا ما بقطعش السكينة، ما بجريش السكينة، بقطع حتة حتة عشان العجينة ما تبص والتوريق برضو يبقى مظبوط معانا. دي اهم حاجة برضو لازم تعمليها. هنظبط كده مربعات. العجينة اهي عملت 9 دنشات، هيعملوا 9. ما شاء الله، انتي بتشتري الواحدة بكام؟ ربع، يعتبر ده ربع كيلو هيعمل لك 9. بحاول بقى اسلك بالسكينة المربعات من بعض. زي ما انتوا شايفين كده خلاص، هبتدي بقى اشكلها. بصوا بقى خلي بالكم في التشكيل انا هعمل ايه، سهلة جدا. هعمل المروحة من كل زاوية تقطعي بالسكينة كده، بس ما توصليش القطعة لنص المربع، وهنجيب نقطة مية كده بصبعنا وهنبل مكانها عشان تلزق معانا. ليه؟ عشان لما تخمر ما تفكش مننا، مع ان والله ساعات بتفك والله لما بتخمر برضه ساعات بتفك. بص انا بعمل ايه، كل طرف جيبيه على التاني كده، تسيبي طرف وتاخدي طرف اللي وراه، وهكذا لحد ما تبقى معاكي مروحة بالمنظر ده، وتغرزيها بصبعك كده اهي. بصوا بوريها لكم اهي، وتضغطي عليها جامد كده عشان ما تفكش. بصوا اهي، بص السمك بتاعها
لازم يكون السمك معقول. بص السمك المربى عامل ازاي، مش رفيع خالص، انا محتاجة السمك ده عشان تدي التوريق. هنبتدي برضو نعمل واحدة تانية اهي، برضو بالطريقة دي. انا عاملاها لا كبيرة ولا صغيرة، عاملة قطعة الدنشاية متوسطة الحجم. ادي التانية، انا عملت حوالي 3 مراوح وشكلين تانيين كده. التالتة، وهبتدي اشكلها كده. خلصنا شكل المروحة. خلاص كده هنحطها في الصينية، نبتدي بقى في الشكل التاني. شكل سهل جدا ما فيهوش حاجة وبيطلع شكله جميل جدا. هتطبقيها كده نصين وبالسكينة هتقطعي بالطريقة دي، شايفين اهو. سلكيها بالظبط بالطريقة دي وهتبتدي ايه، هنعمل انا مش عارفة ليها اسم ايه الصراحة، بس هي بتعجبني في شكلها، ولما بتورق بتبقى جميلة. بصوا، نعمل طرف نجيبه والتاني عكسه، شايفين اهي. طرف نجيبه على الطرف اللي قدامه والتاني عكسه. هنبل برضو مية وهنعملها عشان برضو ما تفكش اثناء الخمر اهي. بصوا منظرها صراحة بتعجبني جدا هي والمروحة. هنعمل واحدة تانية قدامكم برضو عشان تشوفوها. يعني بحاول اساوي المربع. هبتدي بقى ايه اقطعها برضو. بصوا انا حاولت اعملها بالعجلة البيتزا بس برضو ما عجبتنيش، هرجع للسكينة تاني. بصوا رجعت للسكينة تاني. خلاص كده عملنا التانية. وانا بشتغل طبعا بحط في الصينية، والصينية تكون مدهونة سمنة كويس جدا. هنبتدي بقى في الشكل الاخير. انا عملت واحدة وهعمل التانية قدامكم اهي، سهلة جدا. هتجيبي طرفين بس على بعض وخلاص على كده اهي، برضو بنفس الطريقة اهو. بس كده مفيش اكتر من كده. ونحط كله في الصينية، وهنبتدي بقى بشوية برضو لبن بفرشة كده، هندهنها عشان وهو بيختمر ما ينشفش، يكون حافظ على طراوته. هنحط كله في الصينية زي ما انتوا شايفين، كله مع بعض كده. ولازم تكون في مسافات عشان ما يلزقش في بعض، لانه هيتضاعف حجمه اهو. سهلة جدا. هنا بقى اختمر. هنجيب بيضة على شوية لبن على شوية فانيليا، نضربهم مع بعض وهنبتدي نلمعه بالبيض. بس خلي بالك وانتي بتدهنيه بالبيض ما تضغطيش بالفرشة عشان ما تضيعيش الخمر بتاعه. دي برضو اهم نقطة في الدنش والكرواسون. لازم تدهنيه كويس، وتدهني بقى ايه برضو من على الوش، ما تجيش ناحية التوريق وتدهني. انا مش عايزة البيض في الجوانب، انا عايزاه في الواجهة بس. لان لو عملتيه في الجوانب مكان التوريق، مكان ما قطعنا بالسكينة كده ممكن ما يورقش معاكي. فخلينا كده في المضمون احسن. كده خلصنا دهناه كله بالشكل ده اهو. كده بصوا ما شاء الله بقى جميل ازاي ومنفوخ ازاي من اللي من الخمر. هنحطه بقى في فرن قابل ان احنا نسخنه طبعا قبل ما نحطه الدنش على درجة 200 الاول 10 دقايق، وبعدين نبتدي نخفض عليه ل 180. هنا بقى بعد ما استوى بصوا ما شاء الله تضاعف حجمه، يعني ربنا يبارك. بصوا هنكون بقى محضرين كريم باستيري اللي هو العادي الجاهز. لو انت مش عايزاه تعمليه في البيت، في بيتباع جاهز، تعمليه بشوية لبن وتبتدي تشكلي بالطريقة دي. في خطوة نسيت اعملها قبل الباستيري بس انا هعملها دلوقتي. قبل ما تحط كريم الباستيري تدهني الكرواسون اول ما يطلع بمربى المشمش،
تدهنيه بمربى المشمش. أوكي، دي نقطة برضه لازم تعمليها، بس أنا للأسف نسيت أعملها قبل ما أحط الكريم باستيلي، بس أنا هاعملها دلوقتي. طبعًا شكّلنا الكريم باستيلي بالكيوي، أي فاكهة عندِك، بالكريز، كيوي، مانجا، أي حاجة موجودة عندِك من الفواكه حطيها. كده خلّصنا وحطينا كُلّه، هابتدي بقى أدهن بالفرشة مربى المشمش. مربى المشمش طبعًا حطيها في الميكروويف شوية أو سيبيها على النار لحد ما تلين معاكِ. ما شاء الله، بُصّوا جميل تحفة، بُصّوا حطيت مربى المشمش، المفروض أنا كنت حطيتها قبل ما أحط الباستيل والفواكه، عشان أملُك أحطها يعني عشان كل الدناشية تبقى فيها مربى. أنا متأسفة جدًا نسيت إن أنا أعملها أول ما طلع من الفرن. منجلية ياسو. كده خلاص طبعًا وندهن الفواكه بالمربى، عشان تحافظ طبعًا على يعني ما تبُص وتبقى في نفس الوقت لامعة، بتلمع يعني. كده خلصنا بقى، هنحطها في طبق التقديم، وهنشوف شكلها دلوقتي عامل إزاي. كده خلصنا، وآدي منظرها في طبق القديم. أنا باوريكم بُصّوا التوريق بتاعها عامل إزاي، بسم الله ما شاء الله، باوريها لكم بإيدي أهي، بُصّوا، بُصّوا التوريق، الله أكبر. ادي الدنش عمل لي الربع كيلو او نص المقدار لان انا قسمتها 2، عمل 9 وحدات. بصوا التوريق عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، بصوا عالية ازاي، تضاعفت حجمها اهي. بصوا بوريها لكم الجنب، الله اكبر، بصوا عاملة ازاي من الجنب ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. اعملوه بس وهتطلع احلى دنش من ايدكم باذن الله. بصوا التوريق، انا بقرب الكاميرا على مكان قطعة السكينة التوريق بتاعها عشان تشوفوا تضاعفت حجمها قد ايه. والله الكاميرا يعني ظلماه، انتوا لو شفتوه على الحقيقة فعلا فعلا مش هتعملوا الا الطريقة دي. بالهنا والشفا على قلوبكم، وان شاء الله هتعمليه احسن من اي محل حلواني. على الاقل محل الحلويات بيعملوها بالزبده المهدرجه بتاعه التوريق، انما انت تعمليها بحاجه مضمونه وزبده نيوزيلندي مضمونه. يلا اعمليه بقى لولادك وفرحيهم، وان شاء الله هتعملي احلى من ده كمان. ويا ريت بقى اللايك والشير وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكوا وليكوا. ويا ريت كمان تعليقاتكم لانها فعلا بتهمني وبتسعدني جدا. ولايك لايك لايك لايك، التعليقات انا بحب اشوفها لانها فعلا بحس بيكوا، بحسكم انكم واقفين جنبي ومعايا، وفعلا بفرح بيها وببقى سعيدة جدا جدا جدا. يلا بالهنا والشفا على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.